بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض النهاردة قصة جميلة خالص، وهنشوف إزاي 2 حرامية قدروا يدخلوا يسرقوا كنيسة على اسم الست العذراء، والعذراء عملت معاهم إيه. الحكاية بتقول إن في نص الليل كان في 2 حرامية راحوا يسرقوا كنيسة في إحدى قرى الصعيد، وكانت الكنيسة دي على اسم الست العذراء. الحرامية دول دخلوا، كان معاهم واحد تالت سايبينه بره. جابوا ملاية كبيرة وحطوا فيها كل اللي سرقوه من أواني وصناديق، واللي كانوا سايبينه بره ده كانوا سايبينه علشان يراقب إن محدش يدخل ويشوفهم. وفجأة بيبصوا لقوا واحدة ست جميلة قوي ومنورة قاعدة في الهيكل وهم مش عارفينها، فقالوا لها: ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا في نص الليل؟ وازاي اصلا دخلتي؟ ابعدي احسن لك بدل ما نأذيكي. وبعدين لفوا وسرقوا الحاجة، وهم ماشيين لقوا قدامهم نفس الست اللي كانت في الهيكل، لقوها قدامهم. فقالوا لها: انت جيتي هنا ازاي؟ واول ما بصت لهم رجليهم اتسمرت في الارض وما قدروش يتحركوا خالص، وهي اختفت. هم عايزين يمشوا لكن مش قادرين ولا عارفين يمشوا، بقوا زي التماثيل لحد الصبح. الناس طبعا اتلمت، وجه ابونا الصبح حكوله كل اللي حصل، فقال لهم: دي الست العذراء صاحبة الكنيسة. فقالوا له: طب احنا خلاص طبنا على ايديها، احنا اسفين ومش هنعمل كده تاني، احنا استحالة نسرق تاني، احنا اسفين يا ابونا، عمرنا ما هنسرق في حياتنا تاني. ابونا صلى لهم واتحركوا بشفاعة امنا العذراء وطموف إيريني. القصة دي كانت من التاريخ الكنسي، وكانت حكتها بنفسها الأم طموف إيريني. العذراء فعلا بتحافظ على كنايسها وما تسمحش لأي حد يأذي أي حاجة في كنيستها. بركة وشفاعة الست العذراء تكون معانا، وبركة وشفاعة طموف تكون معانا، ونشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.